واحد النهار كنت جالسه مع صاحبتي وجبدنا الهضره على واحد الماركه ديال التليفونات كنت كنفكر نشريها. دزنا المواضيع اخرى وصافي نسيت الموضوع، ولكن من بعد وقعوا شي حوايج غراب. خرجت للزنقه كيبان لي اول اشهار قدامي لداك التليفون بالضبط. ركبت في الطوبيس، البنت اللي كانت جالسه حدايا هزاه في يدها وكتهضر فيه. حليت انستغرام، اول طلع ليا ديالو هو. في ديك اللحظة حسيت بحال إلا شي حد كيراقب أفكاري. واش هذه غير صدفة؟ واش إشارة كونية؟ ولا يمكن الحقيقة أغرب من هاد الشي كامل؟ الحقيقة ماشي التليفون هو اللي بدا كيتبعني، وإنما دماغي هو اللي بدا كيشوفه. اليوم غنهضروا في واحد من أغرب الميكانيزمات اللي كيوقعوا في دماغنا، واحد الحاجة كتخليك تشوف العالم بطريقة ممكن تكون ماشي حقيقية. هذه الظاهرة الاسم ديالها العلمي هو وهم التكرار. وكيفاش كيشرحها العلم؟ الدماغ ديالنا فيه واحد السيستم سميتو غايس ريتيكولار اكتيفيتن سيستم. تخيلوا بحال واحد البواب ديال واحد القصر كبير. هذا البواب كيدوزو قدامه سيل لا نهائي ديال المعلومات كل ثانية، وما يمكنش يدخلهم كاملين وإلا القصر غادي تولي فيه فوضى. باش نفهموا خطورة هذا البواب شوف معايا هاد الأرقام الصادمة. العلم كيقول باللي في كل ثانية الحواس ديالك كتصيفط للدماغ تقريبا 11 مليون بيت ديال المعلومات. تخيل هاد السيل العارم. ولكن الصدمة الحقيقية فين كاينة؟ هي أن العقل الواعي ديالك كيقدر يعالج فقط من 40 ل 50 بيت في الثانية. يعني راه كاين فرق كوني بين 11 مليون و 50. هاد الشي كيعني بلي انت أعمى تقريبا على كل شيء، ومخير تشوف غير انتيفة صغيرة من الواقع. هاد ال 50 بيت هي اللي كيختارها لك هاد البواب. فإلا كان مبرمج غلط راه ممكن تكون دزتي من حدا فرص كنت قادرة تبدل حياتك ولكن ما شفتيهاش. باش نفهموا هذا الانتباه الانتقائي كاين تجربة مشهورة في هارفارد. جابوا ناس وخلوهم يتفرجوا في فيديو ديال جوج فرق كيلعبوا بالكرة. قالوا لهم حسبوا بالضبط شحال من تمريرة دارت الفرقة اللي لابسه البيض. الناس ركزوا وبقاو كيحسبوا. في وسط اللعب كيدوز واحد الشخص لابس لبسه ديال غوريلا كحله، كيوقف في وسط الملعب كيضرب على صدرو وكيمشي. النتيجه ان 50% ديال الناس ما شافوش الغوريلا. علاش؟ حيت الدماغ كان عنده امر يركز غير على البيض. هاد الشيء كيعلمنا بلي حنا عميان على اي حاجه ما عطيناهاش امر الاهتمام. يعني ديك الفرصة اللي غتقلب لك حياتك راها كاينة تما ديما بحال غوريلا، غير انت كنتي حاط عينيك على الكرة الخطأ. وهذا الشيء كيخلينا نوصلوا لواحد القصة مشهورة بزاف في عالم البيزنس. كتهضر باللي واحد الشركة ديال الصبابط صيفطات جوج ديال المناديب لواحد الجزيرة بعيدة باش يدرسوا واش كاين تما شي سوق. المندوب الأول شاف الناس كاملين غاديين حفيانين، صيفط ميساج قال لهم رجعوني هنا ما كاين ما يدار، حتى واحد ما لابس صباط. اما المندوب الثاني شاف نفس المنظر بالضبط، ولكن صيفط ميساج كيرجف بالحماس، صيفطوا ليا كاع المخزون اللي عندكم، هنا كاين سوق خيالي، حتى واحد مازال ما عنده صباط. بجوج بيهم شافوا نفس الحقيقة، الناس حفيانين، ولكن لغايس ديال الأول كان مبرمج على العائق فبان ليه المشكل. أما الثاني فالدماغ ديالو كان مبرمج على الإمكانية فبان ليه كنز. الفرصة ماشي شي حاجة كتزاد في العالم، هي زاوية رؤية كتبدل في دماغك. دابا السؤال الحقيقي هو كيفاش نبرمجوا هاد سبوت لايت لصالحنا، حيت اغلب الناس ما كيعيشوش الواقع كيف ما هو، كيعيشوا غير بالفلتر اللي مبرمجين به دماغهم. اول حاجه خاصك ديرها هي صناعه المرشحات الدقيقه. الدماغ ما كيفهمش الاوامر العامه بحال بغيت ننجح،
هذه كلمة واسعة وغامضة بزاف. البواب كيسمعها وما كيدير والو. خاصك تعطيه كلمات مفتاحية دقيقة. مثلا أنا كنقلب على ناس كيهتموا بالذكاء الاصطناعي، أو لا أنا كنقلب على فرص باش نطور مهاراتي في التصميم. ملي كتحدد الهدف بهذه الدقة، اللي غايص كيولي بحال الكاشف ديال المعادن، كيبدا يصوني غير ملي كيقرب من معلومة، شخص أو فرصة عندها علاقة بالهدف ديالك. ثانيا، التغذية البصرية والسمعية. البواب ديالك كيتأثر بآخر حاجة شافها وسمعها. إلا كنتي كتغرق راسك غير في الأخبار السلبية، مشاكل والخوف، الدماغ ديالك كيعتبر الخطر هو الأولوية، فكيبدا يوريك غير الحوايج اللي كيزيدوا القلق. ولكن إلا حطيتي قدامك صور، كلمات، فيديوهات أو ناس عندهم نفس الطموح اللي بغيتي توصل ليه، راك حرفيا كتقول لدماغك هاد الشيء مهم، رد ليه البال. ومن بعد بشوية بشوية كيبدا العالم كامل اللي يتغير قدامك، مش حيت العالم تغير، ولكن حيت الانتباه ديالك هو اللي تغير. ثالثا، سياسة السؤال المفتوح. عوض ما تقول ما عنديش الزهر أو الحياة ضدي، صور راسك سؤال مختلف: فين هي الحاجة اللي ما كنشوفهاش في هذا الموقف؟ هاد السؤال بسيط ولكن راه خطير، حيت الدماغ البشري ما كيبغيش الأسئلة تبقى معلقة، كيبقى يقلب في داك الخزان الضخم ديال المعلومات اللي كيدوز قدامه كل ثانية. ووسط داك الضجيج كامل ممكن فجأة يخرج لك حل، فكرة أو لا فرصة كانت ديما حداك ولكن عمرك ما انتبهتي ليها. في الآخر بغيتك تفكر في هذه الجملة: أنت لا ترى العالم كما هو، أنت ترى العالم كما أنت. ويمكن هذه أخطر وأقوى حقيقة في الحياة كاملة. المرة الجاية اللي تبلك فيها شي حاجة كتعاود بزاف، صور راسك: شنو هو الأمر اللي عطيت لدماغي بلا ما نحس؟ واش أنا مركز على الفرص ولا على المشاكل؟ حيت فاش كنبدلو العدسة، العالم ما كيبقاش هو نفس العالم. كانت هذه حلقة اليوم. شكرا حيت عطيتيني من وقتك وانتباهك، حيت انتباهك هو أغلى حاجة كتملكها.